ليش مرة بعد مرة أنا مش تعلمي حسبجيتها مرة بعد مرة وأنا بكلمش خالتي هذا ما تكلميني ما يكلمش حد هذا. أنت وقت تسيح فوقي تشيل دمر موهبتي. ما عم بالله بنت آخر زمن عاد تحلق وفن علينا والله. بس الحمد لله يا أخي أنا فعلت بالرغم أن أنا مش مستوعب إن أنا سنة من حما فارق أمي بس ما نفعل هكذا الدنيا. حتى أنا ما أخذ شيء أنسى كل حاجة إلا فراقها. إحنا النبي اللي ما غلقتش من حتى 40 يوم من بعد ما ماتت سيد تتزوج. إحنا ضروري الآن إن إحنا نشوف مستقبلنا. الدار يا أخي أنا مشيش خالتي تمسك دور أمي. إي والله صدق ما نشياش تمسك دور أمي. هي يا عيال صبوح. لا نشي صبوحش ولا نشي بصير الصورتش. حسبنا الله ونعم الوكيل. قومي قلعي من هذا طبح. أنداري بين أحس إن عيالك ما يشتوني ولا أصلاً يشتوا يشوفوا صورتي وبيكرهوني. لا عيالي سابرين أنت اللي بتكرهي عيالي. طيب الأيام بتثبت لك. مالك يا علا تكرهني ومش طايقني كأنني عدوتك؟ أيوة ما بين أطيقكش ولا شيء بسيدك صورة. هذا يا ولدي. حاجة. حياك يا ولدي كيف أنت؟ جرت في موضوع. تفضل. أنت يا بلش تتزوج. جبتي لنا خالة. ها خير إيش حصل يا ولدي؟ يابا خالتي عصبية وفعلا أكل ولا بتهتم فينا ولا بتغسل الملابس ولا فعلا أجيب بعده وفوق هذا كله بزيد تصيح فوقنا. هذه شي تخرب بيني وبين جهالي. سهل الحرام ما راحت لها. شوف يا أنا إذا كلمتك وأنا والله يا با إنه مقامكم عندي كبير ومش لا أزعلكم ولا أغفلكم مني ولا أتكلم مع خالتي بس أنا جيت أكلمك وأنا شابة أصير ذاكر. سابر الله يفتح عليك قوم انتبه لمذاكرتك وانتبه لدروسك. إن هذه إذا عنك تخرب بيني وبين جهالي حرام ما راحت لها أنا أرويها كفي وقع بها. عن جد هذه إن أنا مرة بعد مرة بين أقول ليش ما عليش من جهالي خلي لهم حالهم لا تشغليهم لا تأذيهم ما بتفهميش الكلام. مالك والله إني بين عاملهم أحسن معاملة. عيالك هم اللي يكرهوني ومش طايقني بالذات على. واستغفر الله العظيم لكن خير إن شاء الله أنا جازيرة أتأكد من العيال لكن ما دام أنتي بتشتكي من علاء بالتحديد أنا جازيرة أتأكد من فؤاد. يلا تمام. تفضل. السلام عليكم يا ولدي. وعليكم. يا كيف أنت ابني مالك شيء؟ الحمد لله تمام أنتوا كيف أنتوا يابا؟ اللهم لك الحمد في خير ونعم وستر من الله وغير به موضوع شاغلني وقد قاعد يجرح قلبي. إيش موضوع يابا؟ صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. أنا الحين أشتي أدرى ما هو الخبر. أنت بني الصالح الطيب الحالي الذي لا بتكذب ولا بتلف ولا بتدور. أما أخوك علاء هو فيه حركات وفيه شوية ملعنة وأحيانا يكذب ويلفق مجبر من هنا ولا من هنا. كيف معاملتكم مع خالتكم؟ كيف بتعاملكم؟ كيف بتعاملوها؟ أشتي الصدق. تعامل خالتي يابا والله تعامل واضح. كان ما هو الخبر؟ علاء بيدور مشاكل بيدور على أصغر بس بيدور يطفش خالتي وخالتي الصدق والله إني تعاملها روعة. تخيل يابا إني تحاول تجمع بيني أنا وأخي علاء بس أخي علاء مركز. للمين يا زعم للمين؟ والله ما أدري يابا الله أعلم. إذا خير إن شاء الله سابر يا ولدي ما يقول إلا خير. نحاول نهديه ونعقله ويصلح الله ما في القلوب. ما عاد في نفسكم يا ولدي. تسلم يا بان أفضلك. انتبهوا لنفسكم ها وانتبهوا لدروسكم. يلا خاطرك يا ولدي. الله معك. والله يهديك يا علاء.
الشاحن بركب له الشاحن. ما قد بتفعلي قضية طبيعة ايش؟ فإن احنا ما بمشاكل بتفعلي ليش؟ تدوري ليش البعسيس انتي؟ شو اعملي لك؟ فندق كازابلانكا السياحي فندق 3 نجوم يتميز بمصاعد كهربائية، أجنحة فاخرة، أجنحة VIP تناسب رجال الأعمال والشخصيات الهامة، أجنحة خاصة بالعرائس مجهزة بأحدث التجهيزات، غرف VIP تناسب جميع الطبقات، خدمة الإنترنت مجانية بتقنية 4G، خدمة التوصيل مجانية إلى جميع الغرف، كافتريا وبقالة داخلية. العنوان صنعاء خط 60 جوار مطاعم الخطيب. نتمنى لكم إقامة سعيدة وممتعة مع فندق كازابلانكا. My gang, they know you, young dark boy, but she think I'm old school. Off that shit, I thought I told you. Off that shit, I thought I told you.